السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ رب تكونوا في خير وفي احسن حال يا رب باذن الله. فيديو النهارده ان شاء الله هقول لك ازاي تلبسي دهب، ازاي ب 500 جنيه بس تقدري تلبسي دهب ويبقى عندك دهب كده ان شاء الله. لو طول عمرك ما لبستيش دهب او كان عندك دهب وبعتيه وتصرفتي فيه، ان شاء الله تعوضيه باذن الله بافكارنا الجميله اللي هتوفر معاكي، تخليكي توفري وتجيبي كمان دهب ب 500 جنيه. بس يلا قبل ما نبدا في الفيديو اقول لكم ان شاء الله الفكره هتبقى ازاي. لو انت شفت الفيديو وعجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي رمز الجرس علشان اي فيديو ينزل يجيلك باشعار على طول. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش بقى كومنت حلو كده، قمر من ايديك الحلوه. يلا بينا بقى نشوف ازاي ب 500 جنيه هنقدر نلبس دهب. حد هيقول لي يا رباب طب ازاي في الوقت الحالي دوت، يعني في وسط الغلا ده كله والدهب غالي وكده ازاي هنلبس دهب؟ يعني ما لبسناهوش قبل كده زمان وهو رخيص هنلبسه دلوقتي؟ ده بالنسبه للناس اللي يعني ما لبسش دهب قبل كده. في ناس تقول لك طب ما انا يعني هجيب ازاي 500 جنيه هيجيبوا له دهب؟ لا ان شاء الله هيجيبوا لك دهب باذن الله ويعوضوك ويلبسوك كل اللي نفسك فيه. بس فكري كده اهو معايا وابداي كده يعني امشي على الخطوات اللي هقول لك عليها، وان شاء الله باذن الله تحققي كل اللي نفسك فيه. المهم يكون عندك هدف، ويكون هدفك الوحيد ان انت عايزه تلبسي دهب، فانت هتحققي هدفك ده وهتفضلي حاطاه قدامك علشان تقدري تحققيه. فلو حققتي هدفك هتبقي مبسوطه جدا. على فكره الحاجه لما بتيجي بصعوبه وبتيجي انك تعبتي فيها وشقيتي فيها وجبتيها بصعوبه بتبقى ليها طعم تاني مختلف خالص غير لما الحاجه بتجيلك سهله. غير لما حد يهديكي مثلا بحاجه او كده. لكن انت لما بتتعبي في الحاجه وبتجتهدي فيها وبتجيبيها من تحويشك، وخاصه لو انت كمان مش بتشتغلي. يعني كلامنا النهارده كمان لست البيت اللي هي مش بتشتغل. لكن لو حد بيشتغل هيبقى ما شاء الله عنده ميزانيه خاصه بيه، هيقدر يجيب اللي نفسه فيه. لكن كلامي النهارده لستات البيوت اللي هم مش بيشتغلوا وقاعدين في البيت ومعتمدين على مصروف البيت. ولو بتعمل حاجه كده هو اكله حلوه من البيت بتبيعها، بتعمل مثلا مشروع من البيت صغير كده هو، فهي بتساعد نفسها. فبالخطوات البسيطه ديت وان شاء الله تستعين بالله. اهم حاجه انك تستعيني بالله وعندك ثقه في الله ان ربنا ان شاء الله هيرزقك ويحقق لك كل اللي نفسك فيه. لو بقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيحقق لك اللي نفسك فيه، ما تستصعبيش اي حاجه، خلاص بقى ربنا ان شاء الله هيعينك ويوفقك. فيلا بينا بقى نشوف اهم حاجه. بصوا اهم حاجه تبقوا عارفين ان الذهب اصلا مش بيخسر. الذهب ما شاء الله يعتبر مشروع من المشاريع المربحه جدا 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 جدا. يعني ما شاء الله مش بيخسر. ليه بقى مش بيخسر؟ يعني انتوا اديكوا شفتوا الفتره اللي فاتت الذهب سعره طلع بطريقه يعني صعبه قوي. يعني الناس اللي كان عندها ذهب شايلاه وكده اكيد كسبوا فيه لو باعوه. بس نصيحه مني ليهم محدش يبيع الذهب بتاعه. الذهب بتاعك لما بتسيبيه يعتبر ده حاجه فلوس متشاله على جنب بتنفعك في اي زنقه في اي حاجه. اي حاجه بتتزنقي بيبقى عندك الدهب بتاعك متشال. ده يعتبر زي حساب في البنك، بس الفرق ان ده ما شاء الله يعني حاجه كده تحت ايدك وما شاء الله سعرها بيزيد بسرعه. مش من حاجه اللي بتخسر. يعني لو نفسك تعملي مشروع بجد ده من المشروع اللي احسن حاجه ممكن تعمليها. ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيخسر ولا اي حاجه، ما شاء الله اللهم بارك. فمشروع حلو قوي. اي حد نفسه يعمل مشروع يعني معاه مبلغ كده من المال وعايز يعمل حاجه ومش عارف يعمل ايه، بجد ده احسن مشروع انك يعني تجيبي دهب وتركنيه حتى لو مش هتلبسيه. يعني في ناس ما بتحبش تلبس الدهب، بس بتحب ايه ان يبقى موجود عندها في اي مناسبه. تلبس كده حاجه كده رقيقه، تلبس حاجه بسيطه في مناسبه، في عندها فرح عندها حاجه. هي بتبقى حابه ان هي عندها يبقى الحاجه دي موجوده عندها حتى لو مش هتلبسها. يعني انا من الناس اللي مش بحب ان انا البس الذهب بصراحه، ماليش فيه، مش بحب ان انا البسه. بس يعني اي ست في الدنيا بتحب يبقى عندها ذهب. ما فيش ست في الدنيا خالص تساليها تقول لها نفسك في دهب تقول لك لا. اي ست بتساليها بتقول لك نفسي نفسي يبقى عندي دهب حتى لو مش هتلبسه. بس هي حاجه كده طبيعه فينا، حاجه بالفطره كده سبحان الله. بنحب يبقى موجود عندنا ذهب. اللي بتبقى حابه مثلا يبقى عندها غوايش شكلها حلو، اللي بتبقى حابه مثلا يبقى عندها سلسله كده جميله ما شاء الله، اللي بتبقى عندها حبه حلق كده حلو في ودنها، اللي بتبقى حابه مثلا خواتم جميله كده ورقيقه في ايديها. بصوا كل واحد وذوقه. اللي بتبقى حابه انسيال، يعني كل واحد بقى وذوقه. في اللي بتبقى حابه يبقى عندها كل دوت. فاحنا هنقول على شويه افكار من توفير البيت، ازاي هتوفري من مصروف البيت وتجيبي كل اللي نفسك فيه. زي ما احنا متفقين كده على طول ان شعارنا هو التوفير. شعارنا التوفير لست البيت. طب التوفير ده هنعمل بيه ايه؟ كل واحده هتعمل اللي نفسها فيه، اللي نفسها فيه هتحققه. في واحده نفسها تجيب دهب يبقى هتجيب دهب، في واحده نفسها تجيب حاجات تانية يبقى هتجيب حاجات تانية. في واحده بتحب تجيب في بيتها يعني وتزين بيتها وتحسنه كده. مثلا كان بيتها مش كويس فهي عايزه تظبطه برده براحتها. فالتحويش اللي انت تحوشيه معانا ده والتوفير هتوفريه من الميزانيه دوت، هو ده اللي هيساعدك ان شاء الله يكون سبب في تغيير اللي انت عايزه تغيريه.
لو انت نفسك تجيبي دهب ان شاء الله هتجيبيه باذن الله. فهنعمل ايه؟ بصي 500 جنيه يا ستي هيجيبوا لك دهب. هتقولي ازاي يا رب ب 500 جنيه هجيب دهب؟ بصي يا ستي الكل، احنا متعودين ان احنا كل شهر بنشيل جزء من مصروف البيت. فانت لو شلتي لك يعني ايه، اول ما تاخدي مصروف البيت كده، اول ما تاخدي مصروف البيت او المرتب الشهري بتاعك من ايد جوزك، تبداي ان انت تشيلي 500 جنيه على جنب. دول ما لهمش دعوه، دول تخصميهم. يعني مثلا لو بتاخدي 3000 جنيه، اعتبري نفسك بتاخدي 2500 مش بتاخدي 3. خلاص انت حطيها قاعده كده، وانا باخد 2000 ونص بس. يعني هو ما شاء الله بيديكي مثلا 3 في ايديكي، لا انت ايه، ال 500 دول اول ما تاخدي المصروف روحي ركناهم على جنب كده، ايه اكنهم ما جوش في ظرف كده على جنب. فهتعتبري نفسك وهتمشي بيتك كله على ال2000 ونص دول. انت وشطارتك بقى، كل ست فيكم فيها حاجه حلوه كده وشطوره كده في حاجه معينه، تستخدمها بقى وتطلعها وتبتكر بقى. كل واحده بتوفر بطريقتها، كل واحد لها اسلوب، كل واحده لها اسلوبها ولها طريقتها ولها تفكيرها ولها الطريقه اللي بتوفر بيها. فانتوا ما شاء الله كلكم ستات شطاره اللهم بارك. فاتصرفي كده اهوت ومشي بيتك بال2000 ونص دول. فده مثال، ممكن تبقى بتاخدي اكتر، ممكن تبقي بتاخدي اقل، فكل واحد ايه حسب بقى ميزانيته وحسب مرتبه الشهري والمصروف الشهري. فخلاص انت شلت ال 500 جنيه من المصروف اول ما خدتيهم. قدامك حلين لل 500 جنيه دول، يا اما ان انت تخشي بيهم جمعيه لو انت ايدك مسرفه وكده، يا اما لو انت مثلا بتعرفي تحوشي وبتعرفي تدبري وتشيلي على جنب يبقى تمام قوي. لو مسكت ال 500 جنيه دول وحوشتيهم لمده 10 شهور، هيبقى معاكي ان شاء الله 5000 جنيه. لو انت مش بتعرفي تحوشي او بتعرفي تشيلي على جنب، يبقى هتعملي جمعيه عايزه تقبضيها. يعني انت مثلا لو عملتيها تقبضي انت اول اسم، لان اللي بيعمل الجمعيه هو اللي بيقبض اول اسم. فممكن تاخديهم اول اسم وتروحي تشتري بيهم، وممكن ان انت تخليهم اخر اسم وتدخلي مع اي حد تاني يعني ويديكي اخر اسم او في النص على حسب بقى. فوقت ما هتقبضيهم هتروحي مشتريه بيهم. اصبح كده ان انت لبستي دهب من 500 جنيه. يعني كان الاساس بتاعك ال 500 جنيه. وطبعا ال 500 جنيه مش هيأثروا قوي غير لما مثلا تبقى معاكي 5000 جنيه، عملتي مبلغ كبير فده هيأثر. فما شاء الله لما يبقى معاكي 5000 جنيه خلال 10 شهور، سواء بقى من التحويش او من الجمعيه اللي هتعمليها، سواء انت اللي ماسكه الجمعيه او حد تاني اللي ماسكها، ما شاء الله الجمعيات ما شاء الله بتنفع في حاجات كتيره قوي. انا من النوع اللي بحب الجمعيات جدا. يعني بحس ان هي ما شاء الله بتنجز. لو انا محتاجه حاجه ضروريه يبقى الجمعيه اهم حاجه. انك تلميها انت بقى، لو انت محتاجاها في حاجه ضروريه يبقى انت اللي بتلمي الجمعيه وبتجمعي الاسامي. بتجمعي بقى قرايبك اللي معاكي في البيت، جيرانك، حبايبك بقى، اصحابك، اصدقائك، ولادك لو انت مثلا عايزه تدخليهم معاكي، فاهمه؟ فبتدخلي بقى كل حبايبك. لو انت بقى ايه عايزه تريحي دماغك من موضوع الجمعيه وعايزه تحوشيهم كل شهر 500 جنيه وايديكي مش هتمد عليهم، يبقى تمام زي الفل. شيليهم على جنب كده في ظرف ونسيهم. بس انا شايفه ان امثل حاجه ليكي ان ممكن تبقى الجمعيه، لان انت لو حوشتيهم على جنب ممكن ايديكي غصب عنك تتمد عليهم، تبصي تلاقي زنقت معاكي اخر الشهر، فتقولي طب اعمل ايه؟ طب اخد بقى من الفلوس اللي مركونه وابقى احطها الشهر الجاي. طب ما انت كده ما عملتيش حاجه، انت كده اللي خدتيه اللي حوشتيه خدتيه تاني. فانا شايفه ان امثل حاجه واحلى حاجه انك تخشي بال 500 جنيه جمعيه اللي انت هتوفريه من مصروف البيت. فاصبح انت كده لما وفرتي من مصروف البيت 500 جنيه بس، جابوا لك الحاجه اللي نفسك فيها. اي نعم ممكن تبقى حاجه صغنونه قوي مش حاجه كبيره، ممكن يبقى حلق كده هو مثلا جرامين ولا حاجه، او جرامين الا. ممكن يبقى مثلا حرف حلو كده، لو عندك سلسله تحطي فيها. ممكن يبقى بصوا خاتم صغنن كده اهو، هتبقى حاجه خفيفه مش مشكله. بس اسمك لبستي دهب، اسمك حققت اللي نفسك فيه ولبستي اللي نفسك فيه اللي عمرك ما لبستيه. يعني بصي هتلبسي ده في وسط الغلط اللي انت فيه ومن تحويشك، وهتبقي فرحانه قوي قوي قوي. صدقوني والله لما بتعملوا حاجه بتبقوا فرحانين بيها، خاصه لما انتوا بتبقوا تعبانين فيها وشقيانين فيها وبذلتي مجهود بقى لغايه ما جبتيها، فبتحسي بطعمها قوي. دي حاجات عن تجربه والله بجد. فاتعبي شويه ووفري شويه من مصروف البيت وهتحققي كل اللي نفسك فيه، وهتلبسي دهب زي اللي كان نفسك فيه. فلما تلبسي الحلق الصغير الجميل ده في ودنك كده هيديكي شكل جميل قوي وهتبقي مبسوطه بيه، حتى لو هو حاجه بسيطه. بعد كده بقى ان شاء الله لما تعملي جمعيه تانية، ما انت هتستمري بقى على التوفير ده، لانك لما تشوفي نفسك وتشوفي الثمره والحصاد اللي انت حصدتيه من التوفير بتاعك، انت هيبقى عندك تشجيع بقى ليكي انك تعمليه تاني، فتحوشي تاني او تعملي جمعيه تاني بنفس الفكره. خلال 10 شهور يبقى معاكي مثلا 5000 جنيه زيهم، تروحي حاطه دول على دول وتوديهم مثلا للسير وتجيبي حاجه اكبر. تجيبي حلق اكبر، او تجيبي لك مثلا انسيال حلو كده صغير كده جميل حتى لو خفيف شويه، تجيبي لك مثلا خاتم حلو كده تقيل محمل شويه. فهتبصي تلاقي نفسك انت كل شهر بتحوشي ال 500 جنيه لوحدك. خلاص انت عرفتي بقى السكه وعرفتي الطريق، هتبداي بقى على كده على طول. وهتلاقي نفسك كمان بتنصحي غيرك بالافكار ديت. فبجد الفكره حلوه قوي ويلا ننفذها كلنا مع بعض. ونشوف بقى هنعمل ايه ان شاء الله بعد كده باذن الله.
وخدي بيها ونفذيها وما تستصعبهاش، ان شاء الله هتبقى هدف ليكي وتقدري تحققيه باذن الله. ده كده كده الفيديو بتاعي، وكده كده الافكار بتاعتي. لو عجبكم بجد ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم. نفسي اشوف كلامكم الحلو كده في الكومنتات. حتى لو انتوا مثلا بتقولوا لي لو اي حد مثلا بيقولوا بينه وبينه كده اهوت، ومثلا بيدعي لي دعوه حلوه كده بينه وبينه، لا انا عايزاكم تدعوا لي في القناه في الكومنتات، عشان اعرف ان انتوا ايه يعني معايا كده هو وحواليا. يعني بجد لو عجبتكم الافكار ديت، دعوه حلوه منكم كده اهو في الكومنتات. بس ده كان الفيديو بتاعي. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وافكار تانية جديده. ومع الف سلامه حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه، ومع الف سلامه.